93 مليون دولار هي تكلفة إنشاء حقل حديدة النفطي الذي دشنته الحكومة السودانية غربي البلاد. 22 بئرا نفطية حفرت في هذه المنطقة، 10 منها دخلت الإنتاج فعليا. ورغم أن السعة التصميمية لهذا الخزان 20,000 برميل، إلا أن الحقل دخل الإنتاج ب10,000 برميل يوميا، وسيرتفع الرقم بحسب مسؤولي وزارة النفط إلى 20,000 يوميا بحلول العام المقبل. السعة الكلية للخط 60,000 برميل في اليوم، لكن حاليا حنبدأ كمرحلة أولى ب10,000 برميل إن شاء الله، ومع مزيد من الاكتشافات مزيد من حفر الآبار إن شاء الله راح نزيد الإنتاج تدريجيا بإذن الله للتارجت المطلوب. ويصل طول الخط الناقل إلى محطة المعالجة بحقل بليلة بولاية جنوب كردفان إلى 150 كيلومترا، أنشئ بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون دولار وبسعة تصل إلى 60,000 برميل يوميا. هذا هو الحقل النفطي الثاني الذي تدشنه الحكومة السودانية خلال أسبوع واحد، في محاولة منها للتخفيف من تأثيرات الظروف الاقتصادية الصعبة التي أحاطت بالبلاد بعد انفصال جنوب السودان واستئثاره ب70% من الإنتاج الكلي لنفط البلاد. في حفل تدشين الحقل النفطي الجديد بدأ الرئيس السوداني عمر البشير متحديا الظروف الاقتصادية الضاغطة على بلاده، فقد قلل من تأثير ذهاب نفط جنوب السودان بعد الانفصال، وشن هجوما عنيفا على من وصفهم بأعداء السودان الذين راهنوا على فشل الحكومة بفقدانها النفط الجنوبي. واللي حيكون إضافة إن شاء الله للدخل القومي ولأهل المنطقة. وبنقول للناس أعداء السودان وبيفتكروا أن السودان لما فقد بترول الجنوب البلد دي حتروح. نقول لهم يا جماعة الأرزاق لا عند أمريكا، ولا الأرزاق عند إسرائيل، ولا الأرزاق عند أوروبا، الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى. تحديات جمة تنتظر الحكومة السودانية في مواجهتها لواقع البلاد الاقتصادي الذي يوصف بالمعقد، وبحسب خبراء فإن التوسع في إنتاج النفط هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من داخل حقل حديدة غربي السودان.